مخدرات. هو ايه اللي بيحصل ده يا بابا؟ هو انا فعلا طلع لي اخ؟ انا طلع لي اخ يعني الجيش؟ حجاج القط، تاجر مخدرات. انت مش اخويا. الراجل بيموت. هو انت مش دكتور ما تكش انت اللي صفه ليه؟ لا بس بقدر قعدت ترن الجرس على واحد صاحبي. احنا صراحه بقينا منك. يا ابني دي كده بقى شر. انا متخيلش ما تفتخر. ايه؟ انا عايزك السيجاره دي بالظبط والمعمل وكل اللي تحتاجه تحت امرك. قال ما ينفعش الصبح ابقى اللي الناس ما نظيفه وبالليل تعمل لهم سموم. ما انت هتعمل لهم سموم نظيفه. لا بخاف من الاماكن المغلقه. ممكن يسيب الشنطه مفتوحه؟ لا الكوريك هيسرق. خد كده خد بس كمان. يا سلطان احترم نفسك. ليه ما انت حضنتيني في العزم؟ A few moments later. ما هو لسه ميت ما صحيش. كان نفسي تكون موجود معايا فيلم زي ده يا بابا. مين يا عماد؟ حاسس ان انا لوحدي قوي. يا عماد حاولت اتكلم مع تشات جي بي تي ما خدش ودنا معايا في الكلام، غالبا لاني مش مشترك في البريميوم. تاجر القط، تاجر مخدرات. هو انا فعلا طلع لي اخ؟ انا لو بابا الله يرحمه كان جاب لي اخ. هو ما قاليش ليه؟ سلطان ده عشرة عمري. يا مخلق الله. العيل اللي يفكر يبلغ عن اخوه يبقى جبان وندل وما بيصلش رحم. ازيك يا كوثر؟ اخوك تاجر مخدرات وكمان عايزك تشتغل. السيجاره دي فيها ايه؟ تيتو انديكا وستيفا نص الكميه تقريبا. عملتها ازاي دي؟ وحشتني قوي. يتسخ عقله. انت عندك نادي؟ حجاج كلاب. النهارده فرصه عندك. حط مين اللي حاجتك؟ احنا بصراحه بقينا نتشائم منك. حاجه اسمها كده يعني. يا نهار اسود. الراجل يحس كل ما نعمل فرق يبوظ. لا بقى في الشنط بره. انا عايزه ابقى مراتك قدام الناس. عايز اللي عمل السيجاره. قيم شغلك. جود جوب. شفت دلوقتي عملت كام من 10 في موضوع الثقه. انا قلت مش عارف عميان. ما تسهر مع فتيات ليه؟ اعوذ بالله انت عايز نعمل الحرامه دكتور. اخوك ده ايه؟ ابن كلب ما فيش راجل يدخل البيت ده طول ما انا مش موجود فيه. حتى حاجات. باستثناء حاجات. مراتي انت اول حد مني. ثق فيا. ثق اصل هي ما ثق. حضرتك انت فاهمني غلط خالص. تالت برطمان في ودني. انت يا سلطان. انا مش هفضل اعيش جوه انت عشان اعمل حاجات غلط معاك. عو 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 عو. انت عايز مننا ايه يا عم؟ انا برضه تعبان معايا كده يا حاجات. اضرب المربوط يخاف السايب. ازيكم عاملين ايه؟ سلطان بعد وفاة ابوه بيروح البيت بيكتشف ان عنده مخدرات وانه كان تاجر مخدرات كبير، بس لا برضه بيتاجر في السم. ما كانش يعرف طول الفترة اللي فاتت دي انه اخو حاجة المفروض بيهدده هو صاحبه لو ما كملش هيموتهم. غالبا لاني مش هو ضرب عندهم وبعد كده بيقول له ان ابوه كان مشهور جدا في المجال ده، بيقول له كده ياسر راح لو فضل يكمل معاه. سلطان لما بيصحى وبيقول له انه ما ينفعش يتعامل الناس قبل الصبح وبالليل عامل لهم سموم، بيحاول يتاجر في صنف الحشيش ويستفاد من خبرة اخوه في الكيمياء ويستغلها ضده، يشرب سجارة عشان يعرف عن خبرته، وبعد كده بيخلي اخوه يعمل صنف جديد وبعد كده بيستغله وينشره وسط التجار، وبعد كده بيجبره هو وصاحبه لما ضميره يصحى يفكروا بينهم يموته هو وصاحبه. بعد كده بيكلم زميلته في الشغل دكتورة زيه انها تساعده يعني يحبها وبيروح يتقدم لها وفجأة انها بتكتشف ان اخوه بيقنعه انه يعمل لهم سموم منيق. سلطان بيتكلم مع اخوه بيقول لما انا لي اخ ليه ابويا ما يعمليش، اخوه بيقنعه ان لو ما كملش معاه كده ما بيصلش رحم، وصاحبه متمرمر معاه كل شويه يرد كل شويه يدور انه يقطع حته من جسمه لو راح ما سمعش كلامه ونفذ كل حرف منه. يتفق بعد كده وحبيبته بيبلغه عن القط مساعدة صاحبه واخوه هيهرب يحاول يعتني معاه. ما تنسوش لايك وسبسكرايب بالله. شكرا ليك، سلام.